الشباب الآن مثلا عنده موبايل. هو الموبايل شنو هاي؟ هيدفون خاص. هذا هيدفون يحطه يخليه هيك بحزامه مثل المسدس قبل، يحط له هيك هيدفون. ايه والله يهتم بيها، وعنده ميداليه وعنده. هو من حيث يشعر او لا يشعر اكو قيمه للاشياء هاي عنده، ما يدري. زين ويلا سوى هاي يا اخي، ويلا سوى هاي. الك فد عطر خاص، من تجي للصلاه حط عطر، مشط شعرك ورتب امورك حسب بالك. هذا هيك حكي. انت تروح تلتقي بانسان طبيعي، تعدل امورك وترتب حالك وما ادري شو، ورايح يلتقي بيه من المسؤول مثلا بالدوله، او فد واحد معروف، او ما يرتب يلبس. بعض اولياء الله كان قبل الصلاه ايش يسوي؟ يلبس احسن ملابسه ويمشط لحيته ويمشط شعره ويحط عطر، جاي لعب غير جاي يلتقي بالله رب الارباب. هذا مو اي واحد. فيعطي قيمه للتفاصيل لان يعطيها قيمه. بعض العلماء يقول لك كان ينتظر الصلاه الواجبه قبل ربع ساعه 10 دقائق. بس انت ايش عندك قابل الشركات تضيع هي؟ قبل 10 دقائق اقعد تشي ويقعد ويتاني الصلاة حتى يربي نفسه على أن هذا اللقاء له قيمة، إلى قيمة. تدقيق بالتفاصيل. قرآنك كم واحد بينا قرآن يمه، يخليه جوا راسه، يخليه يمه، يطلع بالسفر ياخذه وياه. خفد واحد يسأل ذاك اليوم والله من هوان الدنيا طبعا يسأله، يقول زين بليلة القدر مال هاي دعاء رفع المصاحف، أنا عندي مصحف بالموبايل يصير أخلي موبايلي على راسي؟ بس هذا شلون بالله يعني؟ شوف وين رايحة الأمور، باوع المكان اللي يتحارب به إبليس وتكسر خشمه وين؟ الصلاة يا أخي بلقاء الله. فرسان النهار هم المنكسرون في الليل بين يدي الله.